بتبتدي قصة الفيلم ببنت اسمها كايل، وواحدة صاحبتها اسمها أليس بتقابلها في الكلية وبتكون سعيدة جدا إنها شافتها. ولما بتطلع بره للأسف بتشوف بنت ما بتحبهاش وزميلها، وكايل بتكون متضايقة جدا إن أليس قابلتها بيها، وأليس بتعتذر لها، وفي الآخر كايل بتركب معاها العربية عشان هيطلعوا رحلة مع بعض. وبيكونوا قاعدين على البسين، وأليس بتقول لها هي مش وحشة قوي، والبنت السئيلة بتصحي كايل، وكايل بتكون منزعجة جدا منها. وبيروحوا عند محطة بنزين وبيعرفوا إن البلد ديت بلد التماسيح، وبيعدوا على يافطة مكتوب عليها متنزهات التماسيح، فبيقولوا إن المكان مجنون بالتماسيح. وبيوصلوا عند المطار، وكايل بتسأل احنا ليه في المطار، فصاحبتهم السئيلة بترد عشان نوصل بسرعة. وصديقهم بيرد عليها ويقول لها انت عارفة ان كايل بتخاف من الطيران، فبتقول له يعني المفروض نفضل كلنا على الارض يعني. قولوا لها تبطل دلع شوية. وده المرشد السياحي وبيركب جنب الطيار، وبينزل ويقول للناس انه هيطير في اتجاه المحيط عشان تشوف المناظر الخلابة. والطيارة بتطير، وكايل بتكون خايفة جدا ومتضايقة من الراكب اللي وراها عشان عمال يرغي كتير في التليفون. وبعدها بتروح في غيبوبة، وبيتضح ان الطيارة وقعت في بحيرة. وبتفوق كايل وبتلاقي نفسها جوه الطيارة في البحيرة، وبتكون تعبانة جدا. وبيطلعوا كلهم على البر، وبيكون كل اللي كانوا على الطيارة منهكين وتعبانين جدا. وآليس بتلاقي حاجة غريبة، ولما بتمسكها بتلاقيها بيض تماسيح، وفي حد بيستغيث في وسط المية، وبيكون تمساح هجم عليه. فكل اللي في المية بيطلعوا جري من البحيرة، والناس كلها بتكون خايفة. والست اللي جوزها كان بيستغيث بتكون حزينة جدا على جوزها. وبالليل بيدخلوا في وسط الغابة وبيولعوا نار، وكلهم بيونسوا بعض. لكن واحد منهم بيقوم يعمل حمام على جنب، لكن للأسف تمساح بيهجم عليه، وكلهم بيشوفوه الصبح وهو ميت. وكلهم بيكونوا خايفين ومرعوبين جدا. والمرشد السياحي بيقول لهم عادة التماسيح بتختفي عن مرأى الناس، ولازم كلنا نكون مع بعض. وبيتحركوا كلهم مع بعض، والست اللي جوزها مات بتقف لوحدها لما بيكون في حركة في الأعشاب، وكلهم بيقفوا ثابتين في مكانهم. لكن بيهجم تمساح بسرعة على الست وبيجري بيها بعيد، وساعتها كلهم بيصرخوا من هول المنظر، وبيجروا بسرعة وبيستخبوا كلهم جوه كوخ. وواحد منهم بيقول ان فك التمساح فيه 80 سنة، وكايل بتكمل ان الفك ممكن يحطم عظمكم. والمرشد السياحي بيفتح باب الكوخ، وبيتحركوا كلهم في جروب، وكلهم بيكونوا تعبانين جدا. وواحد بيكون شايل مراته لانها بتكون مجروحة، وبيكملوا مشي لغاية ما بيلاقوا بحيرة كبيرة، وبيفكروا في اي حل لغاية ما بيوصلوا انهم يحطوا شجر جنب بعض عشان يجمعوا قارب. وبيظهر تمساحين كبار في البحيرة، وللأسف الست اللي رجليها مجروحة بتنط في المية عشان تكون ضحية للتماسيح. وجوزها بيصرخ، والناس بيحشوه انه ينزل لزوجته عشان التماسيح هتلتهمه هو كمان. وفعلا التماسيح بتهجم عليها، والمجموعة بتتحرك بالقارب بعيدا عن التماسيح، وبيبحروا بهدوء لغاية ما بيوصلوا لمكان تاني في آخر البحيرة بالليل عشان يريحوا شوية، وبرضه يتخطوا المكان دوت. وبيستكشفوا المكان، وبيكون كبير جدا من جوه. والمرشد بيقول لأليس عايزك تتفقدي المكان وخشي. وبتدخل كايل جوه، بتلاقي دم وتمساحين، فبيتحركوا ببطء شديد، وكل مادة بتقرب أكتر للتماسيح، وبتتخطى واحد والتمساح بيحرك ديله، وكلهم بياخدوا نفسهم بالعافية. وبيدخل واحد بعد واحد، لكن التمساح بيحس بأليس وبيقرب ناحيتها، فبتديله بيضة، لكن بيهجم على دراعها. وكايل بترمي برميل جاز وبتولع في التماسيح الموجودة، وراجل بيشيل أليس بعد ما التمساح هجم عليها. وكلهم بيكونوا مرعوبين وبيجروا من المكان بسرعة. وكايل بتبكي على أليس ومن الرعب اللي شافوه، وبيلاقوا طيارة الإنقاذ وصلت، وبيكونوا تعبانين جدا. وبكده يكون الملخص خلص. لو عجبكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام.